هو انت كل يوم هتفضلي نايم للعصر؟ والله هروح اجيب ابوك يتصرف معاك. يا خميس، انت يا خميس. خير بس في ايه؟ ما تروح تشوف ابنك ده اللي بينام كل يوم لحد العصر من ساعة ما خد الأجازة. طيب بس بالراحة، لازم نفهمه بالراحة. طب روح انت يا حبيبي فهمه بالراحة. تعالي ورايا واتعلمي التربية الإيجابية على أصولها. انتي بطة وزة، قومي يلا بطة وزة. ايه اللي بتعمله ده يا راجل؟ اصبري بس، وانا قلتلك دي التربية الإيجابية. يلا يا اختي قومي يا اختي حلوة، يلا يلا. والله انت هتجنني. يلا يا مودي قوم يا حبيبي، قوم يا بابا قوم. يا بابا في ايه يا بابا؟ ايه يا حبيبي نايم لحد دلوقتي يعني؟ وانا اقوم اعمل ايه يا بابا؟ طب انا عايز احكي لك قصة جميلة كده، ماشي؟ قصة على الصبح؟ ماشي قول. كان يا مكان كان في عصفورة كانت عمرها ما بتصحى بدري ابدا، لكن في يوم كانت جعانة قوي، فقامت من النوم بدري عشان هي كانت جعانة. فراحت طارت تدور على اي حاجة تاكلها، فلقت دودة فكلتها واتبسطت وحمدت ربنا على النعمة اللي بعتها لها. وطبعا العصفورة دي لو ما كانتش قامت بدري ما كانتش هتلاقي حاجة تاكلها. وبعدين؟ ولا قبلين، الحدوتة خلصت خلاص. تقدر تقولي استفدت ايه من الحدوتة دي؟ طبعا استفدت يا بابا. لو ما كانتش الدودة قامت بدري ما كانتش العصفورة هتاكلها. ايه؟